يمكن بعد 2013 هذه التغيرات الكبيرة جدا اللي حصلت في الدولة المصرية كانت تستحق ان كل واحد مننا يبقى جزء من هذا التغير، ان يحاول يعني يعرض وجهة نظره بشكل بسيط جدا حتى للمواطنين. يمكن دايما انا بحرص في مقالاتي ان انا اكون حلقة وصل، يمكن ارقى او لا ارقى الى هذا المستوى او كنت كفء او لا في هذه المقالات، ولكن بحاول اكون حلقة وصل ما بين نظرة القيادة المصرية والدولة المصرية وكل الاجراءات اللي بتاخدها الدولة المصرية والقرارات والمبادرات وكل هذه الانجازات والمواطن المصري. يمكن في فترة من الفترات واثناء هذا التغيير كان دايما المواطن المصري بيسأل احنا رايحين فين او ايه اللي بيحصل في المجتمع. الحقيقة هو كان محتاج ناس تحاول تفسر وتعمل نوع من انواع الترجمة الحوارية لما يحدث في الدولة المصرية. والحقيقة يمكن القيادة والدولة المصرية ومنذ تولى السيد الرئيس المسؤولية ويمكن في كثير جدا من الانجازات وكثير جدا من القرارات الدولة المصرية خدتها لصالح المواطن المصري، والدولة المصرية كان ليها رؤية استباقية بشكل كبير جدا الحقيقة كانت تستحق انها توصل للمواطن المصري بشكل مبسط جدا. وده اللي انا بحرص عليه في لقاءاتي او مقالاتي، ان انا اوصل هذه النظرة. ليه الدولة المصرية خدت القرار دلوقتي؟ ليه احنا بنتجه للمشروعات والمبادرات القومية او للمشروعات التنموية الكبيرة؟ بالقد ايه بدأتي اتجاهك للكتابة السياسية او كتابة المقالات؟ منذ 2014 تقريبا، فترة طويلة. من اول ما تولى السيد الرئيس المسؤولية لقيت ان هذه الدولة او هذا النظام هو فعلا بيسعى برؤية وطنية وباستراتيجية هايلة جدا وبآليات مختلفة جدا. طريقة السرد هنا ازاي يا دكتورة مريان؟ يعني هل بتقولي الخبر او بتعلقي على موضوع، بتقولي وجهة نظرك بطريقة مبسطة علشان توصل الرسالة لكل من يقرأ او يتابع؟ هو دايما مقالات الرأي بيكون ليها قواعد معينة في السرد ولكن بدون ذكر خبر، ولكن احنا بنحاول نوضح وجهة النظر. مثلا دايما المواطن المصري كان او على سبيل المثال الحصر دايما بيسأل ليه الدولة المصرية بتبدأ بالمشروعات التنموية الكبيرة، ليه بتبدأ بمحاربة الإرهاب ما بنبدأش مثلا بالمشروعات التانية اللي هي بتلمس المواطن أكتر أو إن احنا نوفر الموارد الغذائية أكتر. الحقيقة الدولة المصرية كانت ماشية بمسارات مختلفة ومسارات متوازية مع كل الحاجات، وبعد فترة من الزمن أدركنا أن كان ليها رؤية استباقية سواء في الصراع اللي في المنطقة. وهتلاقي دايما السيد الرئيس بيسبق كل حدث في الكلمات البسيطة بتاعته، بيحذر مثلا من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. ازاي الدولة المصرية في 10 سنين فقط عملت كل هذه الإنجازات على الصعيد السياسي؟ كانت دولة محورية كانت بيعول عليها من كل قبل الدول الغربية انها تكون من اللاعبين الفاعلين في حل كثير من القضايا، وايضا في طبعا المجال الاجتماعي والاقتصادي. ده كمان مهم كمان، يعني طبعا ده مهم جدا، سياسي اجتماعي. طيب اروح دكتورة سلوى